بالنسبة لطرق الاستثمار في الذهب كتيرة جدا، ولكن أنا هناخد نبذة عن أشهر ثلاثة فيهم أو المتوافقين عامة مع الاستثمار الإسلامي أو الشريعة الإسلامية، وهنتكلم بالتفصيل عن أهم واحد في الآخر، يعني في آخر جزئية. عندنا ثلاث طرق. أول حاجة اللي هي المضاربة طبعا، والمضاربة دي ما تمشيش مع أي حد خالص في مصر، لأن يعني أنت حضرتك أول ما بتشتري أصلا المركز بتاعك بيكون على خساره مش اقل من 5% ل 10%. طيب لو انت وليكن مثلا اشتريت وانت واقف دلوقتي 20 جرام ده مثلا، اشتريت غويشه، اشتريت مش عارف، اشتريت سيبيكا، اشتريت كلام من انت وانت لسه شاريها حاليا، انت خسران مصنعيه وخسران ضريبه وخسران دمغه وخلافه. طيب يبقى زي ما قلنا نوع المضاربه اللي هو ان انت هتبيع وتشتري وتكسب من فرق السعر البسيط، ده ما ينفعش مع الشعب، ما ينفعش في مصر عامه، يعني انت فاهم، ما ينفعش يعني. تاني نوع وهو الشراء والاحتفاظ، وده له ناسه طبعا، بحيث ان بيبقى واحد مثلا وليكن معاه مليون، معاه اتنين، معاه 500,000، معاه 100,000، ايا كان، المهم ان بيشتري مبلغ وبيشتري الفلوس معاه وبيحتفظ بالذهب 10 سنين 5 سنين، يعني بيبقى احتفاظ طويل، يعني ما بيجيش يمته عامة لما يحتاج يفكه في حاجة تانية. اهم حاجة بقى، اهم نوع اللي هو الثالث، وده يعني الاحصائيات بتقول ان هو افضل حاجة، ده اللي هو اسمه متوسط الشراء، الدي سي. يعني ايه متوسط الشراء؟ يعني انت حضرتك بتعمل جزء معين كل شهر او كل 3 شهور او كل فتره معينه، في جزء معين بتشتري بيه ايا كان السعر، حرفيا ايا كان السعر، ما تشغلش بالك السعر كام. يعني وليكن انت اشتريت مثلا، هتشتري ب 10,000، يبقى انت مثلا وليكن بتشتري جرام ونص مثال، يعني بتشتري جرام ونص. طيب بتيجي تشتري انت النهارده الجرام ونص ايا كان السعر كام، بعد شهر تشتري جرام ونص، بعد شهر تشتري جرام ونص، بعد شهر تشتري جرام ونص، وهكذا. تيجي تدور بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، اللي اشترى واحتفظ انت اولا احسن منه وكسبان عنه، ثانيا انت عملت متوسط شراء، يعني اشتريت في جميع احوال السوق، فانت خدت في افضل احوال السوق وخدت في اسوأ احوال السوق، وده بيخلي الكفه عندك متعادله، وبيخلي دايما انت ما انتش حاسس باي ضغوطات. ليه؟ السعر طلع، السعر نزل، انت كده كده هتشتري. يعني السعر دلوقتي عالي، انت اشتريت، السعر نزل فانت زعلان، بس هتشتري من السعر النازل، وهكذا. يبقى ده بيعوض ده وده بيعوض ده، بتلاقي نفسك في الاخر عملت متوسط شراء محترم. والاحصائيات اثبتت فعلا ان ده افضل نوع من انواع الاستثمار في اي شيء على الاطلاق، يعني مش الذهب وبس، اللي هو ان انت تعمل متوسط شراء. طبعا البيع يعني هو يعتبر شبيه، بس في اختلافات بسيطه هنوضحها في فيديو تاني، ان انت برضو ازاي افضل طريقه انك تبيع الذهب. لان يعني مثلا في ناس كلمتني، احنا متعلقين في اشترينا من 8,000 واشترينا من 7,500 واشترينا من 6,500 اشترينا. طبعا يعني الكلام ده كله، اللي بيشتري ذهب وقاعد مراقب السعر ينزل 200 نزل 500 نزل 1000، ده كده ماهوش بتاع ذهب عامه، يعني ده كده راجل يعني مش عارف هو شغال ازاي عامه. المفروض الذهب ده، ما انت معلش، انت حاطط فلوسك في حاجه بتحافظ على قيمه فلوسك. ما احنا قلنا يا جماعه الاستثمار في الذهب هو الغرض منه رقم واحد الحفاظ على القيمه، مش المكسب اطلاقا. الذهب عمره ما هياكلك ويشربك ويكسبك، اللي هيكسبك وياكلك ويشربك انك تشتغل في نشاط على ارض الواقع، ايا كان نشاطك، ايا كان مجالك، ايا كان الحاجه انت بتفهم فيه، هو ده اللي هياكلك ويشربك ويكسبك فلوس ويكبر لك فلوسك ويعمل لك ثروه. ولكن كده انت لازم محفظتك الاستثماريه ايا كانت يكون فيها جزء ذهب، دي ما فيهاش اختلاف يعني. بس ما هوش كل المحفظه، يعني انت مش مثلا وليكن انا هبيع اللي حيلته واحطه في الذهب وهكسب، لا، ده انت ما كسبتش حاجه، لان انت يوم ما هتبيع ال 100 جرام مثلا بمليون جنيه، هو انت معاك حق ال 100 جرام، يعني المليون جنيه ساعتها هو حق 100 جرام، ما اختلفش عن حاجه يعني.